بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين يا شباب، ده دريسنج يا جماعة وفيه 12 مكان سري. زي ما انتم شايفين بقى، حاجة بصراحة معمولة بطريقة عبقرية. وزي ما انتم شايفين يا جماعة بعدلكوا 12 مكان سري. وزي ما انتم شايفين ده دريسنج. تمام يا جماعة، اللي عايز يفهم، ده دولاب يا جماعة. القطعة اللي ورا ديت بتبقى بايتة ما بين عمودين، او بتبقى بالظبط زيها كأنها مخدمة زي جدار بالظبط. فدي بتبقى كأنها جدار ومتخدمة، حتى بتاخد نفس البوية بتاعة الحيطة. ما بيبقاش باينة الا الدريسنج اللي هو فيه الاربع شماعات اللي قدام حضراتكم دول. زي ما انتم شايفين، انا فتحت اول مكان يا جماعة، ادي واحد. وفي جوه يا جماعة 4 طرف، 3 طرف فوق يا جماعة، دي 1 2 3. برضو يا جماعة الضرفة التانية فتحناها، طبعا بتبقى مخفية. وكمان 3 طرفه، يبقى 3 و3 سري. ادي كده يا جماعة، ده 1 وادي 2، دول 2 مكان سري. تمام يا جماعة، شفتوا التركة اللي بنفتحها دي بقى يا شباب؟ دي تركة بقى اللي هي ايه، ما بتبقاش مهروشة ولا حد عارفها، يعني حاجة شديدة الأمان يعني. زي ما انتم شايفين يا جماعة، في طبعا صدادة فوق عاملينها بكليبس كده، بتتفتح طبعا تاتش. بنروح جايين يا جماعة منزلين، تلاقيها نزلت قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. احنا وريناكم 1 و2. تمام يا جماعة، كده 3 زي ما انتم شايفين اهوت يا جماعة، كده 3. بننزل طبعا قدامكم زي ما انتم شايفين في رفين بقى، حط اللي نفسك فيه كله زي الفل. نسكت بقى على كده؟ لا، بنعلي اكتر. بنشيل طبعا الرف، نبص نلاقي ورانا الكالون كمان يا جماعة. نفتح الكالون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بنفتح طبعا، يبان لك من جوه برضو خزنة سرية، وفيها 3 طرف في جوه برضو. يعني حاجات، حط يا باشا اللي انت عايزه، وامن واقفل ورص. يعني الحرامي معلش، حتى لو فكر يوصل هيتعب، مش هيقدر يوصل لها. وزي ما انتم شايفين يا جماعة، احنا قفلنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وحطينا الرف. انسى. الفكرة الجديدة بقى، دي التركة الجديدة يا جماعة. لان دايما لو انت لسه ما تعرفنيش ولا شاركت عندي على القناة، ابو غابة دايما بيعلي وعنده الجديد ان شاء الله. دي الفكرة الجديدة برضه يا جماعة. بنشيل الرف، نفتح فوق تحت 3 طرف برضه يا شباب زي ما انت شايف. حط اللي نفسك فيه كله. دي بتبقى حاجة سريعة برضه، لو انت حبيت تجيب حاجة بتبقى سريعة، تفتحها وتقفلها بسريعة، ما بتاخدش معاك وقت. تروح جاي قافل بالشكل ده، وتروح حاطط الرف الجميل بنفس الوضع. تلاقي كده يا جماعة اختفى ولا كأن في اي حاجة. طبعا يا جماعة انا وريت حضراتكم لحد الان، ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 ادي 5 6. كده انا وريتكم يا جماعة 6 اماكن. تمام، نوريكم يا جماعة زي ما انتم شايفين المكان رقم 7. نفتح برضو رقم 7 يا شباب زي ما انتم شايفين. طبعا الكالون بتاعنا متغطي يا جماعة، ومحطوط له طبعا قطعة بتتربط وبتتعمل عليه بصمة، بتبقى 1000 الألف. وزي ما انتم شايفين يا جماعة، فتحنا رقم 7. وهنفتح لحضراتكم برضو رقم 8. طبعا يا جماعة اللي ركزوا معايا، الجزء اللي ورا ده كله بيبقى متخدم جوه الحيطة، ما بيبقاش باين، لأنه بيدين بنفس لون الحيطة يا جماعة. ما بيبقاش باين الا الاربع ضرف بالاربع شماعات اللي قدام حضراتكم دي. طبعا يا شباب بنفتح التركه برضو الجميله من تحت خالص. ده الدرج بقى يا جماعه، لو انت عايز تحط حاجات برضو ايه سريعه وتبقى قريبه منك. طبعا ما نسيناش برضو الايه الكالون المصري بتاع ابو غابه الاساس الراقي، حصري يا جماعه عند ابو غابه الاساس الراقي. الكالون ده طبعا بتاعنا يا جماعه، مش هتشوفه الا عند حد اللي عندنا ان شاء الله. بنفتح طبعا يا جماعه الجزء اللي هو رقم كام، رقم، احنا وريناكم دلوقتي رقم كام، 10. احنا وريناكم دلوقتي ده 9، واللي ورا ده يا جماعة يبقى 10. تمام، 10 يبقى ده 10 مكان سري بنوريه لحضراتكم. طبعا يا جماعة نفتح تاني، ده اللي انتوا شايفينه رقم كام، رقم 11، واللي وراها ديت 12. تمام يا شباب، وبكده يا جماعة اكون وريتكم كل حاجة في الاماكن السرية اللي في الدريسنج اللي قدام حضراتكم. يا ريت لو عجبكم يا جماعة تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، لان بنتعب وبنشتغل على نفسنا عشان ننفذ ونعمل اعلى مستويات في الشغل زي ما انتوا شايفين. دعم حضراتكم بيفرق معانا كتير. وزي ما انتوا شايفين جودة الشغل يا جماعة لا يعلى عليها، حاجة من الممنوعات. سلام، وكل سنة وانتم طيبين. ابو غابة للاساس الراقي. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة، احنا بنهتم جدا بنظافة الشغل. يعني اهم حاجة عندنا الجودة.
جودة الشغل يا جماعة اهم حاجة عندنا. وزي ما انتم شايفين كده احنا بنقفل كل حاجة قدام حضراتكم، بحيث يا جماعة ان احنا نقفل كل حاجة ونقفل الشغل بتاعنا مظبوط زي ما انتم شايفين. بتقفل طبعا يا جماعة الدريسنج بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حتى مكان الكالون يا جماعة مش باين، لو ركزت معايا مكان الكالون مش باين. عاملين له برضه يا جماعة تركة كده من عند ابو غابة الاساس الراقي، ان انت تقفل الضرفة ما بيبانش اصلا مكان كالون. وطبعا لما انت بترص الملابس بتاعتك ولا الحاجات على الشماعات في الدريسنج، طبعا بقى ما بيبقاش باين اصلا اي كالون ولا باين اي حاجة خالص. حضرتك بقى بيبقى عندك حاجات مهمة والكلام ده، بتروح جاي حاطط بقى ومقفل زي ما انت عايز، انسى ان حد يقدر يوصل. وزي ما انتم شايفين يا جماعة بنقفل، وادي الكليبس قدام حضراتكم. دي يا جماعة كده طالما قفلناها خلاص انساها، خلاص اتقفلت كده يا جماعة. انسى بقى ان انت تعرف اي حاجة جوه او اي حاجة لا علاقة بالجزء اللي وراني ده. لان زي ما قلت لحضراتكم دي يا جماعة اللي بتخش ما بين عمودين في الحيطة، وبتبقى واخدة نفس درجة اللون بتاع الحيطة. بتبقى انسى بقى ان ايه بقى، يعني الجزء ده كأنه مخفي، كأنه حيطة مبنية. فلما بنفتح الحاجات دي كلها بيبان لك اماكن سرية جميلة جدا وشديدة الامان يا شباب، وحاجة الف الالف. ودلوقتي ده شرح سريع يا جماعة زي ما انتم شايفين. سرعنا طبعا الفيديو نوري حضراتكم شرح سريع الجمال والحلويات، ونشوف ابو غابة بيعلي ازاي. وزي ما انتم شايفين يا جماعة لما تيجي تفتح كده وتبص، احنا عاملين رف من يمة فوق اللي انا حاطط ايدي عليه ده. ده يا جماعة بيبقى قاطع لك الكلام اكن مفيش اي حاجة كمان فوق. تفتح بقى وتنزل يا جماعة، طبعا شغال على رمان بيلي، حاجة طبعا لازم المجاري بتاعتنا تكون ايطالي. وطبعا الكوالين بتاعتنا بتبقى تايلاندي. وبنجيب لله الحمد اعلى خامات واعلى جودة. وزي ما انتم شايفين يا جماعة قبل الخامة وقبل الجودة لازما يكون في صنايعي صح. شغل يا جماعة يكون بيتعمل صح، بيتعمل مظبوط في النجارة اصلا او في الموبيليا. الحمد لله ربنا خلقنا درجات. واللي ما تعرفوش يا جماعة، الحمد لله مصمم، انا في الاساس مصمم، عشان كده بنطلع الافكار الجميلة دي. وبنعمل الافكار دي يا جماعة لان بصراحة بنسمع تعليقات من اخواتنا اللي بيعلقوا لنا في قناتي على اليوتيوب ابو غابة الاساس الراقي. بصراحة يا جماعة بيجي تعليقات كويسة جدا وناس محترمة محترمة محترمة، وانا بشكر كل واحد دعمني او قال كلمة كويسة من الكلام اللي بسمعه بصراحة في التعليقات. ناس محترمة، وبشكر كل واحد متابعني او بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي. بشكرهم جدا لان انا من غيرهم ومن غير دعمهم ما كنتش هبقى في الافكار يعني ابتدي اقدم الافكار دي، لان بصراحة كلامهم بيشجع جدا وبيخلي الواحد يطلع للامام. كل سنة وانتم طيبين. سلام ابو غابة الاسرار.